أغاني وعجباني. حلقة اليوم إعداد محمد جلال. السادة مستمعي برنامج أغاني وعجباني، أهلا بيكم معانا. يا رب أكون ضيف خفيف عليكم، ويا رب الأغاني اللي أنا أختارها لكم النهاردة بتعجبكم وتسري من ذوقكم العام. الكاتب المسرحي ماجد عبده. الأغنية الأولانية اللي أنا اخترتها لكم أغنية 3 سلامات، كلمات الرائع مرسي جميل عزيز وغناء الفنان الكبير محمد قنديل. الحقيقة الأغنية دي دايما كل ما بسمعها فيها مزيج من الرومانسية على فيها طبعا محمد قنديل عطاها بصوته الجميل الشعبي، عطاها الجو الشعبي، ومش عارف ليه انا يعني حسيت ان هي قريبة من الغنى الشعبي الرومانسي. الأغنية حتى فيها كمان مجموعة من الجمل والعبارات الرقيقة جدا، واللي بتعبر فعلا عن الغزل في الشارع وفي الحارة المصرية. بيقول محمد قنديل في حتة كده منها: عيونه سود وأقول مش سود، وكأنه بيحاول يحير الناس عشان خاطر ما يعرفوش، وده هو الخجل في الغزل اللي كان موجود في الشارع المصري في الوقت ده. أرجو إنها تعجبكم. 3 سلامات يا وحشني 3 أيام، 3 سلامات يا وحشني 3 أيام، بإيدي سلام وعيني سلام، بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. الأغنية اللي اخترتها لكم كمان دلوقتي هي أغنية في يوم وليلة للفنانة الكبيرة وردة. في يوم وليلة لها ذكرى شخصية معايا أنا، بحس دايما إن الجملة الأولانية اللي بتبدأ بيها الفنانة وردة: في يوم وليلة دقنا حلاوة الحب كله، أقعد دايما أفكر أقول طب في يوم وليلة، طب الليلة انتهت، طب إيه خلاص كده مفيش حب تاني؟ فلما قعدت أتأمل في كلمات الأغنية وباقي كلمات الأغنية طبعا كلماتها روعة، لقيت إن لأ، إن فعلا وجهة النظر إن أعلى درجات الحب بتبتدي في الليل، يعني دايما بتبقى مرتبطة بالليل، فيعلى قوي 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 الجو الرومانسي. مش معنى كده إن دي النهاية، ده معنى كده هي تقصد إن دي هي البداية، إن في يوم وليلة في أول يوم هم التقوا فيه، وفي الليلة اللي هي تعتبر أعلى درجات الرومانسية فيها بدأت قصة حب جميلة كملت وعاشت واستمرت، وعشان كده كانت في يوم وليلة هي دي البداية. في يوم وليلة، يوم وليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة. أنا وحبيبي، أنا وحبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة. عمري ما شفته ولا قابلته، وياما ياما شغل ذكرته. عمري ما شفته ولا قابلته، وياما ياما شغل ذكرته. عمري ما شفته ولا قابلته، وياما ياما شغل ذكرته. وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه.
فتح ايديك نسيت الدنيا وجريت عليك سبقني هو وفتح ايديك لقينا روحنا على بحر شوق نزلنا نشرب ودوبنا فيك ومن يصدق يجرى ده كله ونعيش سوا ونعيش سوا عمر كله في يوم وليلة ليلة 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 ليلة. من الأغاني اللي أنا بعشقها واللي ورثت عشقها عن والدي أغنية كليوباترا. كليوباترا كل ما بسمعها بفتكر والدي. هي طبعا كلمات الشاعر الكبير علي محمود طه والحان الأستاذ محمد عبد الوهاب وغنائه طبعا. كليوباترا كنت دايما أسمع والدي بيسمعها، وكنت كل ما اسمعه بيسمعها استغرب. الأغنية قصيدة دسمة جدا جدا، وكنت دايما اقعد افكر القصيدة اللي كلماتها في منتهى الدسم دي ممكن تتلحن ازاي. لكن طبعا الرائع محمد عبد الوهاب يقدر يلحن اي كلام حتى لو كان كلام جرايد. احب ان انتوا تستمتعوا معايا باغنية كليوباترا واهديها لوالدي. كليوباترا أي حلم إلا ليك الحساني طاف بالموج فجان وتجلى الشاطئان. دلوقتي بقى لازم يكون حسن الختام بالاستاذ الكبير اللي انا شخصيا بحبه وتأثرت بيه في الكتابة المسرحية وتأثرت بيه في كتابة المونولوج وأثرى ذوقي انا الشخصي في كتابة الاغاني. حد كتب 300 اغنية بل اكثر من 300 اغنية، هو الشاعر الكبير والكاتب المسرحي الكبير الاستاذ ابو السعود الابياري رحمة الله عليه. كتب اغنية من الاغنيات الرائعة للاستاذ عبد الغني السيد هي يا ولا يا ولا. الاغنية دي بقى بالتحديد هي اغنية الحارة المصرية. ازاي الغزل كان في الحارة المصرية؟ العبارة يا ولا، كلمة يا ولا دي مين اللي بيقولها؟ كلمة يا ولا دي ما اتقالتش غير في الحارة المصرية، ومش ممكن تتقال في اي مكان سواء كان عربي او غير عربي. كلمة يا ولا دي كلمة كأنها ختم الشارع او الحارة المصرية، هي كلمة يا ولا يا ولا. والغزل الرقيق المحترم اللي بيعبر عن الحارة المصرية وكأنها علامة تجارية باسم أبو السعود الإبياري. استمتعوا معايا بولا يا ولا. يا ولا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا ولا ودلوقتي اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا بالحلقة، واتمنى ان انا ابقى موجود معاكم مرة تانية. الكاتب المسرحي ماجد عبده.